احنا ليه فكرنا نكون أول مستشفى منزلي في مصر؟ كان لسببين أهمهم الراحة النفسية للمريض وأهله، والنقطة الثانية تقليل احتماليات نقل العدوى اللي بتحصل في المستشفيات التقليدية. أكيد أي مريض فينا أو من أهالينا أو من الناس الكبار في السن ما يحبش ابدا ان هو يسيب بيته ويسيب غرفته وينزل لمستشفى هيكون فيها لوحده وسط ناس غريبه في مكان غريب بالنسبه له، واكيد ده هيكون ليه اثر سلبي على اهله وعلى قرايبه وعلى حبايبه اللي هيشوفوه يا دوبك ساعه واحده اثناء الزياره، وهيفضل باقي اليوم وطول الليل لوحده مع ناس غريبه ما يعرفهاش. فلما فكرنا في الموديل بتاع المستشفى المنزلي فكرنا ان كل امكانيات المستشفى ننقلها لغرفه المريض، ننقلها لغرفه كبير السن، غرفه نوم اصبحت وحده عنايه مركزه متكامله من الأجهزة للمونيتورات للكابلات لأجهزة التنفس للتمريض للأطباء وحتى الاستشاريين، كلهم يكونوا موجودين في غرفته لتتحول لغرفة عناية مركزة فائقة، وبالتالي هتبقى راحة نفسية له، وكذلك هتكون راحة نفسية لأولاده وأحفاده وحبايبه إن هو باستمرار تحت عينيهم وهم حواليه. النقطة الثانية كانت تقليل احتماليات نقل العدوى اللي موجودة في المستشفيات. فكرة إن المريض يكون موجود في بيته وفي غرفته ومش مختلط بأي مرضى تانيين دي بتقلل الاحتمالية دي كتير جدا، وبالتالي تعفيه من كل الأضرار اللي ممكن تحصل له من نقل عدوى ليه من مريض تاني أو نقل عدوى من الاستاف الطبي.